وهاتها من الشبكة، هاتها من الشبكة. حمادة المصري لعادل عبد الرحمن بيلعبها بالعرض، يخش معاه الخطيب. لا ها خطر، جت خطيب مالوش حق يلعب الكورة اللي فاتت دي. ظاهر بس الخبطة الإصابة بتاعته القديمة، وصفر حسام وطالبين إصابته القديمة، وإن شاء الله يا رب يا رب تكون بسيطة. شايف أنا الناس كلها ملمومين حوالين الخطيب. نسي نفسه في الكرة اللي فاتت واشترك مع الجول كيبر في الكرة العالية العرضية اللي لعبها عادل عبد الرحمن، وإن شاء الله يكون سليم بإذن الله. كابتن صلاح حسني عايز يقول حاجة. هو برجاء ونداء للأستاذ الدكتور شوقي كمال، هننقل محمود الخطيب دلوقتي مستشفى المقاولين العرب مكان ما عمل له العملية، فاحتمال تكون الإصابة في نفس المكان، فبرجاء ان الأستاذ الدكتور مصطفى كمال يتوجه للمستشفى. رجاء من الدكتور شوقي كمال والأستاذ الدكتور محمد الأسود التوجه إلى مستشفى المقاولين العرب لاستقبال المحمود الخطيب. متابعي هاتها من الشبكة، وزي ما شفتوا معانا في الفيديو اللي فات فيديو عن الكابتن محمود الخطيب أسطورة منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، واللي كلنا عارفين انه كان من اعظم من انجبت الكرة المصرية على مدار تاريخها، هو أيقونة من ذهب تتحدث عنه الأجيال المتعاقبة. محدش أبدا في تاريخ الكرة المصرية اختلف على محمود الخطيب بسبب مهاراته الاستثنائية وموهبته اللي ما جاش زيها في التاريخ المصري حتى الآن. صحيح عندنا محمد صلاح، بس لسه محمد صلاح ما زال بيلعب، فما ينفعش نقارن بين صلاح اللي بيلعب محمود الخطيب اللي خلص من حوالي سنين كثيره. عايز اقول لكم ان في جيل السبعينات كان بيقولوا اللي ما شافش الخطيب وهو بيلعب كوره كانه ما شافش كوره قدم في مصر. الخطيب على مدار تاريخه عانى من اصابات كتير جدا زي اي لاعب موهوب بيلعب بينزل الملعب بيشارك، فبالتالي لابد وان يتعرض الى اصابات بسبب المشاركه مع سواء منتخب مصر او النادي الاهلي، وكانت مهارته لافتة للأنظار، فممكن نقول كده كان بيتحسد أو كان إنه بيقاتل على الكرة وده سبب حب الناس ليه، فبالتالي كان معرض للإصابات في أكتر من مرة، وحرمته من الإصابات دي حرمت محمود الخطيب من إنه يكمل مسيرته في الملاعب، ولذلك اعتزل هو في عمر 34 سنة، يعني ساب الكرة أو ساب الملاعب مبكرا وانتهت مسيرة محمود الخطيب. مش هطول عليكم، وده شفتوا هذا الفيديو، وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير من هاتها من الشبكة في كرة زمان عندنا وبس. هتلاقوا عندنا حصريات وانفرادات ولقطات نادرة مش هتلاقوها غير عندنا. تابعونا ودعمونا وانتظروا الجديد ما عندنا. استنونا في مفاجآت اكتر واكتر ملهاش نهاية على هاتها من الشبكة. كرة زمان عندنا وبس، حاجتنا حصرية ومش هتلاقيها عند حد تاني. وهاتها من الشبكة، هاتها من الشبكة.